أسباب خسارة منتخبنا الوطني العراقي أمام المنتخب البحريني، فوز مستحق للبحرين، وشنو الأسباب اللي أدت للخسارة؟ كثير عوامل أدت لخسارة منتخبنا اليوم، وأول عامل رئيسي واللي حاليا دا ينزلون الإعلام العربي متفاجئين، وصارت ردة فعل كبيرة على أداء منتخبنا المتواضع، وكاساس حاليا مستمر جاي يجرب أسماء جديدة، لاعبين جدد، حتى صرح بعد المباراة بأنه اليوم أحمد مكنزي يعني أدى أداء جيد، وأيضا يريد يجرب علي عدنان، أيضا دخل بنهاية المباراة يقول أنا هاي أسماء جديدة أريد أجربهم، واحتمال أيضا راح أشارك أسماء جديدة بالمباراة المقبلة اللي أمام السعودية. يعني صراحة إحنا بالرغم أنه هاي البطولة يعني إلها أهمية وشعبية كبيرة، لكن التصفيات هي هدفنا الأعلى اللي نتأمل من خلاله منتخبنا يتأهل كأس العالم. لكن من الأسباب الرئيسية عدم الثبات على تشكيلة معينة وعدم تجانس اللاعبين بين بعضهم. وشاهدنا بداية المباراة حاول يطبق أسلوب المنتخب البحريني يعني أسلوب دفاعي، وحاول يطبق أسلوبه بالشوط الثاني، لكن ما نجح كاساس في هذه المباراة، ما توفق تماما. المنتخب البحريني اليوم أدى أداء رجولي بطولي، أداء ممتع، واستحقوا الفوز صراحة. منتخبنا اليوم لا أداء ولا نتيجة ولا استحواذ ولا كل شيء ما كل يوم منتخبنا أبشركم. يعني من الأسباب الرئيسية الإعلام العراقي وكاساس لعدم ثباته على تشكيلة معينة، ودائما بتواجد أسماء جديدة. يعني أنت مهند جعاز بالمباراة السابقة أدى أداء حيل حلو وأفضل لاعب بالمباراة، ليش يعني ليش بهاي المباراة أصلا ولا شارك ولا دخلته؟ ما نعرف. يعني حقيقة خيارات تحير. يعني هسه احنا تأملنا تواجد مهند جعاز، زيدان إقبال بعد ما أجى من سفر من هولندا ومسافة بعيدة ومباريات سابقة لاعب تعبان ومرهق بدنيا، يعني كان بالإمكان بالشوط الثاني الدخله. علي جاسم تمنينا يدخل بالشوط الثاني. يعني إبراهيم بايش ما شاء الله عليه جوكر، يعني لعبه ظهير، لعبه دفاع، لعبه ارتكاز. يعني حتى استغرب لما بلغ أمير العمار راح تلعب محور التيم عود. يعني ما نعرف، عدم الثبات على تشكيلة معينة والإصرار على اللعب مالته كاساس اللي هو الكرات الطويلة، وأيمن حسين عرضيات. حتى فارس عوض قالها بالمباراة، يعني قالها بعد نهاية المباراة، قال المنتخب العراقي لا طعم ولا رائحة، يعني لا دفاع لا هجوم فقط. يعني مو هذا المنتخب العراقي اللي عفته بكأس الخليج 25. يعني متفاجئ فارس عوض يقول انا متفاجئ، هذا معقوله منتخب العراق على هالاداء هذا؟ لا عرضيات، لا لعب سليم، لا العفو بس عرضيات بس كرات طويله، يعني لا لعب تمريرات جميله، لا بينيات، لا مهاره، لا تحرك بدون كره سليم. للاسف يعني خيبه امل كبيره. احنا إن كجماهير عراقيه تاملنا منتخبنا يطلع بصوره اجمل واحلى، لان المباريات متابعه، واعتقد الاغلب يعرفون بانه هي هذه طريقه تسويقيه لاغلب اللاعبين اللي موجودين حاليا بالمنتخب. يعني كاساس مركز على تصفيات كاس العالم، خليها بطوله تجريبيه يجرب بها اسماء ولاعبين جدد بمنتخبنا الوطني. هذا اللي نشوفه حاليا صراحه. نتامل المباراه المقبله امام المنتخب السعودي يؤدي اداء اجمل، اداء افضل، اداء احلى، اداء ممتع للعراقيين، لانه شعبنا يستاهل فرحه. وآراءكم شنو الأسباب الرئيسية اللي أدت لخسارة منتخبنا اليوم؟ اكتبوا لي بالتعليقات، وتحياتي للجميع.